بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبين ايه؟ سمك بوري. هنحدقه مع بعض، نعمل فسيخ، احلى فسيخ هنعمله. إيه يعني؟ إيه، الفسيخ هيبقى زبدة زبدة كده بالطريقة ديت، وهيطلع معاكي ممتاز قوي. إيه، يلا بينا على الطريقة. قبل ما نروح للطريقة تنسينيش في لايك وشير وكومنت حلو منكم. بحبكم في الله يا احلى متابعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بقى يا حبيب قلبي. أنا معايا هنا كيلو من الفسيخ، من السمك البوري. أنا غسلته وسبته يتصفى كده من المية. حطيته على القماشة دي. ومعانا هنا الفوطة دي. هنحطها على الفوطة كده بالشكل ده. أهم حاجة تنشفيه كويس قوي. يعني تمسكي البراية كده وتنشفيها كويس كويس. تمام. لازم يبقى ناشف وما تحطوش في التلاجة. يعني انت تجيبيه تشطفيه وتشطفي الخياشيم بتاعته، وبعد كده تسيبيه يتصفى من المية. اهم حاجة، مش يا بنات، نعمله بطريقة سهلة وفي البيت، وحاجة نظيفة تعمليها في البيت. ماشي. ونتك اهم حاجة على الخياشيم طبعا. الخياشيم بتاعته اهي تتك عليها كده بالشكل ده كده. نجيب بقى مناديل. هبدأ الاول انا ابدأ احط فيها المناديل كده واسيبها قيمة نص ساعة. تمام يا بنات. واسيب كده بالشكل ده كده. دخلها كده في الخياشيم كده بتاعتها، وهنا في البق برضو. دي الحاجات دي من نجاح الفسيخ. ما يحصلهوش اي حاجة عندك، بيطلع معاكي زي الفل. 12 يوم وتكوني واكلة منه. تعملي حاجة نظيفة في البيت. وطبعا الاسعار بقى بقت نار. فهو كده لما تجيبيه كده برضو مهما كان هيبقى سعره مخفض شوية. نبدأ بقى في الخياشيم كده ونحط المناديل بالشكل ده كده، وتسيبيه قيمة نص ساعة. والمنديل جواه كده ما يشرب المية او دم فيه في الخياشيم، المناديل دي بتشربها. تمام. بالشكل ده كده. لسه ما حطيتش في البق بتاع البرايه ديت. هحط له. انا جبته وسبته يجي ساعه يتصف. شطفت طبعا الخياشيم بتاعته اهم حاجه. وسبته يجي ساعه كده يتصفى من الميه. تمام يا بنات. نبدأ بقى نحط كمان هنا في في بق البراية كده. أبدأ أفتحها وأحاول أحط فيها المناديل برضو، عشان لو فيها مية أو حاجة. بالشكل ده كده. أنا هسيبه بقى نص ساعة وارجع له تاني على ما تكون المية اللي في الخياشيم ديت المناديل نشفتها. تمام. سيبه بقى بالشكل ده كده على الفوطة بالشكل ده نص ساعة كده بقى يا بنات. انا حطيت المناديل فيه وسبته لما نشف خالص اهوت. نمسحه تاني برضو، لان غلط لما تعمليه فيه ميه لسه النتيجة ما تبقاش حلوة خالص. نبدأ بقى نشيل المناديل بتاعتنا دي. ننشفه برضو تاني برضو الخياشيم دي بالفوطة. امسكيه واحدة واحدة كده بالشكل ده كده. الخياشيم بتاعته كده.
اتاكد ان هي ايه نشفت خالص، ما فيهاش ايه نقطه ميه. تمام. بالشكل ده كده يا بنات. معايا هنا بقى إيه ملح، الملح اللي هو الخشن ده بتاع البحر اهو. لو مش موجود ممكن تستعملي الملح بتاعنا العادي بتاع الطبيخ، وعليه شويه ايه شطه بالشكل ده كده. هنكتب بقى في بعض كده ملح وشطه. عايزه تحطي شويه كركم مفيش مانع، بس انا مش هحط كركم. نبدا بقى الملح بقى إيه نحط بقى في الخياشيم بالشكل ده كده، وفي البق بتاعه من قدام كده نحشي برضو بالملح. تمام بالشكل ده كده يا بنات. حاولي ايه تكبسي ايه الملح في الخياشيم بتاعته كويس قوي. طبعا هو بيقعد من ايه ده يعني اكتر حاجه له 12 يوم وتاكلي منه، يبقى معاكي كده زي الزبده. تمام كده. هو الملح دوت موجود عند اي عطار، تجيبي منه الملح اللي دوت، ولو مش ما فيه يعني الدنيا مش هتقف عليه. الملح العادي بتاعنا ممكن تستعمليه برضه، مش هيقول لا. نبدأ بقى نحط هنا في بق البراية بالشكل ده كده. ايه حشينا ايه شوية اكياس بقى حلوة كده كسر. نبدأ بقى ايه ناخد شوية ملح ارصهم في قلب الكيس بالشكل ده كده بنات. تمام. وابدأ بقى ارص البراية بتاعتي. ايه نحط واحدة خلف خلاف ماشي، يعني الواحدة كده بالشكل ده، واحدة راسها كده وواحدة راسها ايه الجهة التانية، نرش عليهم شوية ملح نفس الوضع. بالشكل ده كده ونرش عليهم ايه شوية ملح. هنا واحدة اهيت اللي باقية احط فيها ملح تاني لان الملح وقع منها بالشكل ده. وابدأ بقى ايه احط بقية الملح كده فيها. كمية الملح ما تخافيش منها، هو يعني هو بياخد الملح الخشن ده، هو ال البوري هياخد اللي هو عايزه منه، مش هيبقى حادق معاكي ما تخافيش. تبداي بقى ايه تفرغي بقى الهواء قوي كويس قوي 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 منه بالشكل ده كده. تبداي ايه تربطي الكيس بالشكل ده كده. نجيب كيس تاني نبدأ نحط فيه برضه نفس الوضع، ببدأ أفضي الهواء منه بالشكل ده ونبدأ نربط الكيس. نجيب كيس كمان، لم بقى الأكياس الموجودة عندك كلها بالشكل ده كده. نبدأ ايه تفضي ايه اهم حاجة تفضي منه الهواء. تمام. كمان كيسة يعني حطيه كده في كذا كيس بالشكل ده كده. اهم حاجة تفضي منه ايه الهواء اللي فيه. كمان كيسة انا بقى كمان نحط كمان في كيسة ونطلع منه الهواء بالشكل ده ونربطه. دي 7 كيسة هحطها فيه بنات.
كمان في كيسه وخلاص على كده. منه الهوا جامد. تربطي بقى ما عليكي بقى الا ايه كل يوم ايه الصبح هو هيبقى كده، تقومي ايه مقلباه كده، تمسكيه كده ماشي، تقلبيه. لو هو على الجهه دي تقلبيه الجهه دي بالشكل ده كده تمام. والعمله ديت ايه بنفتح بقى ونعمل ايه السلسله بتاعته كده، يعني مره الصبح مره بالليل. هتلاقي على الجهه دي اقلبيه الجهه التانيه تمام يا بنات. وبكده بقى ايه خلصنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسونوش في لايك وشير واشتراك في القناه.